بقول لكم قصة مرعبة وتضحك بنفس الوقت. احنا كنا نروح البيت جدتي بالقرية، وكان في خالاتي وخوالي وسوالف وصياح أطفال، وكان مرة إزعاج. فقررنا إنه احنا البنات نروح للدور الثاني لأنه فاضي وما أحد يدخله. فقلنا ليش ما نجدده ونغير الأثاث ونزين ونخلي المكان خاص لنا. وبدينا نشتغل في الدور الثاني، حاطين أغاني أعلى صوت وقاعدين ننظف. يوم خلصنا تنظيف جينا نلصق ورق الجدران، قمنا نسمع أصوات طق. قلنا أكيد أحد من الأطفال. يوم خلصنا وجلسنا قمنا نسمع صوت طفل يصيح صياح مرة قوي. رحنا شيكنا على الأطفال لقيناهم مجلس رجال، ولما سمعنا صوت الطق بدأ مع الصياح رحنا نادينا جدي. طبعا كلنا خفنا بس هو قلبه مرة قوي. لما رحنا للغرفة تكلم صوت واحدة مرة خشن وقالت حفيداتك يوم لصقوا ورق الجدار ولدي كان قاعد يرقص معهم ولصقوه في الجدار. قال جدي طيب أي جهة؟ قالت له الجهة، وقالت إذا صار في ولدي شيء ما يصير لكم اللي يسركم، وطلعناه الحمد لله.